بيبدأ فيلمنا بشاب اسمه دالتون وهو محبوس في أوضة صغيرة جدا لسبب مجهول. بيقرر دالتون إنه يعترف ويحكي القصة من بدايتها وعن سبب حبسه. بنرجع لقبل كام يوم من اعتراف دالتون وبنشوفه وهو متنكر في لبس عمال الصيانة وبيدخل للبنك اللي كان زحمة وكل اللي فيه مشغول. ده اللي بيخليه محدش ينتبه لدالتون لما بيوجهه الكشاف اللي معاه للكاميرات، واللي بطريقة غريبة بيقدر يفصل بيه الكاميرات في لحظات. وعند الباب الخلفي للبنك بيدخل باقي العصابة المتنكرة، بيقفلوا الباب بإحكام، ولما بيشوفهم واحد من موظفين البنك بيظهر دالتون من وراه وبيهدده بسلاح في إيده إنه ينام على الأرض بسرعة. وفي لحظات بتبدأ عملية السطو على المكان وبيرموا القنابل الغازية، وبتجبر العصابة كل الموجودين في البنك إنهم يناموا على الأرض وإيدهم ورا ظهرهم. وبيعدي من قدام البنك ضابط الحي وبيشوف الغاز اللي بيخرج من البنك بشكل غريب، ولما بيقرب من الباب بيتفاجئ بمسلح بيفتح الباب وبيصوب المسدس ناحيته وبيعرفه انه محتجز البنك وانه معاه رهاين، وبيحذره من انه يقرب للبنك والا هيقتل الرهاين واحد ورا التاني. ولما بيسيبوا المسلح وبيقفل الباب بيتواصل الضابط فورا مع مركز الشرطة وبيعرفهم بعملية السطو وبيطلب الدعم والقوات الخاصة. وفي الوقت ده بيوصل لآرثر مدير البنك خبر بعملية السطو اللي حصلت على بنكه، وبيتصدم آرثر من الخبر لكنه بيتضايق وبيتوتر أكتر لما بيعرف إن عملية السطو في أول وأقدم فرع من فروع البنك اللي أسسه آرثر على مدار السنين. في نفس الوقت اللي بيكون المحقق فريزر في مركز الشرطة بيتكلم مع حبيبته وبيتفقوا يخرجوا سوا، وبيوصل له خبر بعملية السطو اللي حصلت للبنك، وبيطلب منه المدير إنه يروح لمكان الواقعة مع مساعده بيل علشان يحققوا في عملية السرقة. ولما بيروح المحقق فريزر بيلاقي إن القوات الخاصة وصلت للبنك مع قائدهم الضابط جيك، وبيفهم فريزر من ضابط الحي اللي حصل وبيحكي له عن المسلح اللي هدده، ولكن بيعرفوا الضابط انه ما قدرش يعرف عددهم بسبب باب البنك اللي كان مقفول والقنابل الغازية اللي أثرت على رؤيته. وفي الوقت ده في البنك بيجمع العصابة كل الرهاين وبياخدوا منهم التليفونات ومفاتيح عربياتهم، ولما واحد من الموظفين بيقول انه نسي تليفونه في البيت بيكلموا دالتون وبيديله فرصة انه يطلع التليفون قبل ما يلاقيه وساعتها هيقتله، لكن الموظف بيصمم على كلامه وانه مش معاه تليفون. ساعتها بيعرف دالتون اسمه وبيبحث عنه في تليفونات الموظفين لحد ما بيلاقيه وبيرن عليه. وقتها بيسمع دالتون صوت التليفون من مكتب الموظف، فبيسحبوا للمكتب وبيضربوا بوحشية، وده اللي خلاه عبرة لباقي الرهاين وطلعوا كل اللي معاهم بسهولة بدون ما يخفوا حاجة. وبتوزع عليهم العصابة هدوم زي هدومهم المتنكرين فيها وبيجبروهم انهم يلبسوهم، وبكده ما تقدرش الشرطة انها تفرق بين الرهاين وبين العصابة الحقيقية. وبتبدأ اخبار الجريمة تنتشر وبتتكلم عنها الاخبار في الصحافة، وبيدخل المحقق فريزر مع بيل للضابط جيك وبيطلب منه يبلغه بالتطورات اول باول. وبعد ما بياخد منه فريزر واقي للرصاص بيخرج يتمشى حوالين البنك مع زميله بيل وهما بيدرسوا القضية. وفي البنك بيكون واحد من الرهاين كبير في السن ومريض، وبسبب حالته الصحية اللي تدهورت بيقرر دالتون انه يخرجه من البنك قبل ما يموت. ولما بيخرج بتستقبله القوات الخاصة وبتفتشه وبتاخده على عربية الإسعاف. وبيوصل فريزر قدام البنك من تاني وبيعرف من جيك المعلومات اللي وصلوا لها بعد التحقيق مع الرهينة، وبيعرفوه إن عدد أفراد العصابة هم 4، وإن ال4 مسلحين ومعاهم قنابل غازية، والعصابة بعت لهم تحذير مع الرهينة وهو إنهم هيقتلوا 2 من الرهاين ويرموهم قدام البنك إذا شافوا حد من رجالة الشرطة قريب من الباب. وبيقول جيك إنه عطل كل التليفونات اللي في البنك وحولهم لخط الشرطة، وده عشان ما تقدرش العصابة تتواصل مع حد غيرهم، ده غير إنهم بيكونوا مراقبين كل تليفونات الرهاين اللي في البنك. ولكن بيقترح فريزر انهم هم اللي يبدأوا ويكلموا العصابة، وده علشان يعرفوا طلباتهم مقابل انهم يفرجوا عن الرهاين. فبيقول لهم جيك انه هيشتغل هو والفريق اللي معاه على انهم يخترقوا كاميرات البنك ويراقبوهم. اما عند آرثر فبيتصل على وايت واللي بتكون مديرة لشركة مشهورة، ده غير انها بتقدر تخلص كل مصالح رجال الاعمال الكبار في الدولة بسبب علاقاتها العامة الكتير وذكائها في الاقناع والمراوغة. وبيطلب منها آرثر انهم يتقابلوا لانه محتاجها في موضوع ضروري، ولما بيتقابلوا بيحكي لها آرثر عن السطو اللي حصل لواحد من فروع بنكه، وبيطلب منها انها تساعده في ان العصابة ما تسرقش صندوق معين في البنك مهما كلف الثمن. فبتحس وايت بالشك ناحية الصندوق، وبسبب إصرار آرثر إنها تنفذ له طلبه بتعرف وايت إن الصندوق خاص بيه ووراه سر هيأثر على حياته بشكل سلبي. وفعلا بيأكد لها وايت إحساسها لما بيقول لها إن الصندوق فيه مستندات مهمة ليه من سنين كتير، وإنه بيتمنى إن المستندات اللي في الصندوق تفضل سر وبعيد عن الأنظار وإلا هيتدمر وهتدمر حياته المهنية. وفي النهاية بتوافق وايت إنها تساعده مقابل الفلوس اللي عرضها عليها، وبتسيب وايت وبتروح لعمدة المدينة اللي كانت بتربطها بيه علاقة قوية، وبتستخدم علاقتها معاه عشان تطلب منه انه يساعدها تدخل للبنك. وبيكون طلب وايت هو انه يعرفها على المحققين اللي بيحققوا في الجريمة ويطلب منهم انهم يعاملوها كويس ويخلوها تساعدهم في حل الجريمة، وبتعرض عليه مبلغ من المال مقابل مساعدته ليها فبيوافق لورا.
اما عند فريزر فبيكون اتصل بالعصابة، لكن دالتون بيرفض انه يرد عليهم او يتواصل معاهم. وبيقدر فريق جيك انه يخترق الكاميرات، ولكنهم بيتفاجئوا ان الكاميرات اتعطلت بمجرد دخول دالتون المتنكر في عامل صيانة، وده بسبب الكشاف اللي وجهه للكاميرات. وبيعرف فريزر ان الكشاف كان بيصدر اشعة تحت الحمراء ما بتقدرش العين البشرية انها تلاحظها، لكنها بتأثر على الالكترونيات. وفي الوقت ده بتطلع العصابة رهينة من البنك وهم معلقين في رقبته لوحة حديدية، فبتهجم عليه القوات لانهم بيعتقدوا انه من العصابة، ولكن بعد ما بيتأكدوا انه من الرهاين بياخدوا اللوحة من رقبته وبيسيبوه عشان يحقق مع فريزر اللي ما بيقدرش انه يتوصل لمعلومات اكتر من اللي عرفها جيك من الرهينة اللي قبله، زي عدد العصابة وانهم مسلحين. وبيكون مكتوب في اللوحة اللي كانت على رقبة الرهينة رسالة للشرطة بطلبات العصابة، اللي كانت عبارة عن اتوبيسين كبار لنقل الرهاين وطيارة خاصة ليهم، وانهم لو نفذوش طلباتهم هيقتلوا رهينة كل ساعة. ولكن بيشوف فريزر ان الطلبات مبالغ فيها، وبيقرر انهم هيسيبوا العصابة بدون رد محدد لفترة من الوقت. وقتها بيوصل آرثر مدير البنك للمكان وبيطلب انه يقابلهم ويعرف منهم التطورات اللي حصلت في الجريمة، ولما بيعرف بطلبات العصابة بيوافق بسرعة انه يوفرها. فبيستغرب فريزر واللي معاه بسبب رد فعل آرثر الغير متوقع وتوتره، لكنه في النهاية بيطلب منه يرتاح وانهم هيحلوا المشكلة بأقل الخسائر. وبيقطع كلامهم صوت القوات اللي بتبلغهم بخروج واحد مسلح من البنك ومعاه واحد من الرهاين، وبيسلموا الشرطة ورقة مكتوب فيها انهم محتاجين اكل يكفي 50 فرد. وقتها بيفكر فريزر انه يتنصت على العصابة عن طريق اجهزة تنصت دقيقة جدا يزرعوها في كراتين البيتزا اللي هيدخلوها للبنك، وفعلا بيوصلوا الاكل للبنك. وبيخرج دالتون بنفسه مع باقي العصابة اللي بتنقل الاكل للبنك، وبيطلب منه فريزر انهم يتواصلوا ويرد لما يرن على تليفون البنك عشان يتوصلوا لحل يرضي كل الاطراف. لكن دالتون مش بيرد على كلامه، وبيدخل فريزر بسرعة عشان يتنصت عليهم من أجهزة التنصت، وبيسمع مجموعة من الشباب بيتكلموا أسباني، فبيطلب مترجم أسباني بسرعة. وبيسمع في مكان تاني في البنك واحد بيتكلم بلغة غريبة بالنسبة له، ولكنه بيعرف إنها اللغة الألبانية من واحد من العاملين، وده لأن مراته كانت ألبانية. فبيستدعيها فريزر فورا علشان تترجم له الكلام اللي سمعوه، ولكنه بيتفاجئ لما بيعرف منها إنه شريط مسجل لرئيس ألبانيا السابق، وبيفهم إن العصابة فهمت خطتهم وإنهم بيتنصتوا عليهم، وبيتأكد إنهم عصابة محترفة مش مجرد هواة. أما في البنك فبتكون واحدة من العصابة بتكسر في أرضية مخزن البنك، وبيروح دالتون لطفل من ضمن الرهاين وبيديله من الأكل، وبيقعد يتكلم معاه بكل هدوء ويتناقشوا في اللعبة اللي بيلعبها الطفل، لدرجة إن الولد بينسى إن اللي قاعد معاه رئيس عصابة ومش بيخاف منه. وبعدها بيروح دالتون للخزنة وبيفتح صندوق واحد بس من بين كل الصناديق، وبيكون هو نفس صندوق آرثر اللي بيسعى عشان يفضل مقفول، وبيلاقي فيه دالتون المستندات اللي كان بيبحث عنها، ده غير مجموعة كبيرة من الأكياس اللي كان فيها كمية كبيرة من الألماس الحر. وبيوصل العمدة ومعاه وايت وبيطلبوا انهم يقابلوا المحقق فريزر، وبيعرفوا العمدة على وايت وبيقولوا انها ممكن تساعدهم في حل الجريمة، وده لانها بذكائها هتقدر توصل لحل مع العصابة. ولكن بيحس فريزر ان نوايا وايت خبيثة، وان نيتها مش مجرد المساعدة وانما ليها مصلحة، وعشان كده بيساوم العمدة انه هيوافق على مساعدة وايت، ولكن بشرط وهو انه يرقيه. وقتها بتفكر وايت ان الترقية اتسحبت منه بسبب الفلوس اللي اختفت من اخر قضية حقق فيها، وانهم اتهموا بسرقتها. لكن فريزر بيقول انه ملوش علاقة باختفاء الفلوس، وبيصمم على شرط الترقية مقابل حضور وايت للتحقيقات، فبيوافق العمدة. لما بيرجع فريزر للفريق بيتواصل مع دالتون واللي بيناديه بسيادة الرئيس كسخرية منه، وعشان يعرفوا انه اكتشف لعبتهم. وبيقول له دالتون انه من الغلط انه يتنصت عليهم، وبيعرفوا انه لازم يوفر طلباته باسرع وقت والا هينفذ التهديد اللي قاله وهيقتل الرهاين. ولكن فريزر بيقول له انه صعب يوفر الطيارة، فبيقول له دالتون انها مش مشكلته وانه يتصرف ويجهز الطيارة باي شكل. بيحاول فريزر انه يهديه عشان يكسب الوقت، وبيقول له انه هينفذ كل اللي عايزه ولكن يحافظ على سلامة الرهاين، ولحد ما يوفر طلباته هيزودهم بالاكل عشان الرهاين. ولكن المرة دي بيكون دالتون عرف خدعتهم وبيطلب منهم سندوتشات عشان ما يقدروش يحطوها في كراتين فيها اجهزة تنصت. وبيخرج فريزر يتكلم مع حبيبته وبيتأسف لها انه هيلغي خروجتهم لانه هيتأخر في الشغل بسبب ان القضية معقدة وما اتحلتش. وبعدها بيروح لوايت اللي بتكون مستنياه في المطعم القريب من البنك، وبيتصل على دالتون من تاني، ولكن المرة دي بيخلي وايت هي اللي تتكلم معاه على حسب الاتفاق اللي بينهم. فبتتكلم معاه وايت وبتقول له انها معاها عرض ليه، وانه هيكون افضل عرض ممكن يخرج بيه باقل الخسائر من الجريمة اللي عملها. وبتقول له انهم لازم يتناقشوا بس النقاش مش هينفع في التليفون، وعشان كده بتطلب منه انها تدخل للبنك وتقابله. ولما بيتأكد دالتون انها ملهاش علاقة بالشرطة والمحققين بيوافق انها تدخل البنك. وبتدخل وايت للبنك وبيفتشها دالتون قبل ما يتكلم معاها، وبعدها بيقف على مسافة من وايت وبتبدأ تتكلم، وبتقول له انه يسلم نفسه وهي تضمن له انه يقضي عقوبة 4 سنين كحد اقصى في السجن، لكن لما يخرج هيلاقي فلوس تعوضه عن مدة حبسه، وبتعرض عليه 2 مليون دولار في مقابل انه يسلم نفسه وما يسرقش البنك. وبتقول له انها ممكن تحول له الفلوس قبل ما يسلم نفسه علشان يتأكد من صحة كلامها ويضمن الفلوس.
لكن دالتون بيكون عرف سبب عرضها، إنها تبع آرثر اللي خايف على سره. وبيقول لها دالتون على حقيقة آرثر إنه لما كان شاب اتحالف مع النازيين، وإنه اشترك في المحرقة اللي مات فيها آلاف البشر، وده كان مقابل ثروة ضخمة قدرت إنها تحوله من موظف بنكي عادي لصاحب سلسلة فروع أكبر بنك في أمريكا. وبيعرفها إنه فتح الصندوق الخاص بآرثر وإنه أخذ منه المستندات اللي تثبت كلامه، لكنه بيقرر إنه ما يفضحوش أو يتكلم عن المستندات، ولكنه هيستخدمها كضمان عشان ما يتسجنش ويخرج من البنك بدون ما يتحاسب. وبسبب خبرة وايت بتتأكد من صدق دالتون وإنه مش هيستخدم المستندات بطريقة تضر آرثر، فبتخرج من البنك وبتقرر إنها تمشي من المكان بعد ما بتكون نفذت المهمة المطلوبة منها، وهي حفظ آرثر من الفضيحة. ولكن فريزر بينفرد بيها قبل ما تمشي وبيسألها عن اللي اتكلمت فيه مع دالتون واللي توصلوا له، ولكن وايت بتراوغه وبترفض تديله إجابة واضحة، لكنها بتعرفه إنه مش هيقتل حد من الرهاين لأن من الواضح عليه إنه مش قاتل. وبعدها بتسيبه وبتمشي، وبيقرر فريزر إنه لازم يدخل البنك ويتكلم مع دالتون بنفسه، وعشان كده بيتصل بيه وبيقول له إنه هيوفر الطيارة والأتوبيسات، ولكن بشرط إنه يدخل البنك ويتأكد إن كل الرهاين بخير. فبيوافق دالتون وبيروح فريزر للبنك وبيفتشوا واحد من رجالة العصابة قبل ما ياخدوا للأماكن اللي محتجز فيها الرهاين، واللي بيتوسلوا لفريزر إنه يخرجهم من البنك بسرعة، فبيطمنهم إنهم هيخرجوا. وبعد ما بيتأكد فريزر من سلامة الرهاين بيسأل دالتون عن سبب احتياجه لطيارة، وده لأنه مستحيل يقدر يهرب بطيارة من نص المدينة. بيستهزأ بيه وبيقول له إنه أكيد بيتفرج على أفلام كتير وحابب يطبقها، لكن دالتون بيقول له إنها مشكلته هو وإنه هيقدر يحلها، وكل اللي عليهم هو إنه يوفروا له اللي طلبه. فبيعرض عليه فريزر إنه يسلم نفسه، ولأنه ما قتلش حد من الرهاين أو سرق هياخد عقوبة قليلة في السجن، ويقول له إنه لو رفض عرضه هتضطر القوات الخاصة تدخل وتهجم على البنك. لكن دالتون بيكون عارف إن القوات الخاصة ما تقدرش تهجم إلا في حالة قتل حد من الرهاين، فبيسيب له فريزر حرية الاختيار وبيقول له إنه لسه عند عرضه، وبيمد إيده عشان يسلم على دالتون. وبمجرد ما دالتون بيمد إيده لفريزر بيهجم عليه فريزر وبيوقعه في الأرض، وهو بيحاول يشيل حركته ويشيل القناع من على وشه ويعرف شكله الحقيقي. لكن بيظهر واحد من رجالة دالتون وبيهدد فريزر بالسلاح اللي في إيده إنه يبعد عن دالتون. وقتها بيقف دالتون وهو مصوب المسدس ناحية فريزر، لكنه في النهاية ما بيقتلهوش وبيرميه بره البنك، وهو بيقول له إنه هيندمه على خداعه ليه. وبيروح دالتون مع واحد من العصابة لأوضة المخزن وبيطمن على الشغل اللي بيخلصوه فيها، وبيقول له واحد من رجالته إنهم هيكونوا خلصوا الحفرة اللي بيحفروها وجهزوها زي ما اتفقوا بعد 3 ساعات. وبيخرج فريزر من البنك، ولكن بعد ما بيتأكد من كلام وايت وهو إن رئيس العصابة مش هدفه القتل ولا عنده أي نية إنه يأذي أي حد من الرهاين، ولكنه بيستخدمهم كوسيلة عشان يضغط على الشرطة إنهم ينفذوا طلباته. ولكن بمجرد وصول فريزر لباقي الفريق بيوصل له اتصال من البنك بيقول له دالتون إنه شغل واحدة من الكاميرات اللي قدام البنك، وإنه يستخدمها عشان يقدر يشوف اللي هيعمله دلوقتي. فبيوجه جيك الكاميرا فورا ناحية شباك المكتب، وبيشوفوا 2 من العصابة وهم واقفين قدام واحدة من الرهاين ومغطيين بوشها بقماشة، وفجأة بيضربوا عليها النار فبتقع ميتة فورا. وقتها بتختفي كل توقعات فريزر إن رئيس العصابة مش عدواني ولا هيأذي الرهاين. وبيوصل الخبر لمدير مركز الشرطة اللي بيتضايق من فريزر لأن الرهينة اللي ماتت كانت بسببه وبسبب تهوره مع العصابة، وبيبلغوا إنه تم استبعاده من التحقيق في الجريمة وإن المسؤول بقى جيك وفريقه الخاص اللي بيجهزوا نفسهم للهجوم على البنك. وكان صعب بالنسبة لهم إنهم يلاقوا خطة تحفظ سلامة كل الرهاين، وده لأنهم مش عارفين أشكال العصابة أو لبسهم، حتى لأن كل اللي في البنك لبسوا نفس اللبس ونفس القناع، لحد ما بيوصلوا الفكرة إنهم يهجموا على البنك ويرموا عليهم القنابل الغازية، بعدها يضربوهم بالرصاص المطاطي. ساعتها هيغمى عليهم كلهم وفي نفس الوقت بدون ما يخسروا واحد تاني من الرهاين. وبيكون فريزر بيسمع كل الخطة، وبعد ما الكل بيتحرك علشان يتجهز للهجوم بيتكلم بيل مع فريزر وبيقول له إن الرهاين لو اتأذت بسبب الهجوم هيحملوا فريزر كل المسؤولية، لأن الهجوم حصل بسبب الرهينة اللي اتقتلت بسببه. لكن فريزر مش بيكون مهتم بكلام بيل لأنه بيكون عارف إنه هيتم ترقيته مهما حصل بسبب الاتفاق اللي بينه وبين العمدة. وأثناء ما كان فريزر بيتكلم مع ضابط الحي بيكتشف شيء مهم جدا، فبيرجع تاني لأوضة جيك وبيشوف اللوحة الحديدية اللي كان مكتوب عليها الرسالة، ولما بيفتحها بيكتشف وجود جهاز تنصت فيها، وده كان السبب اللي خلى دالتون يعرف بكل خططهم وتحركاتهم. وبعد ما بيكتشف فريزر خدعة العصابة بيتواصل مع جيك عشان يوقف الهجوم فورا، وده لأن العصابة عارفة كل الخطوات اللي اتفقوا عليها. وبيعرف دالتون إن فريزر اكتشف الحقيقة، وعشان كده بيغير الخطة وبيبدأ يرمي القنابل الغازية في كل مكان في البنك لحد ما بيتملي المكان بالغاز. فجأة بيتفتح باب البنك وبيخرج منه كل الرهاين دفعة واحدة، فبيضرب عليهم الضباط الطلقات المطاطية لحد ما بيطلب منهم جيك إنهم يوقفوا الضرب، وبيحتجزوا كل الرهاين وبيضطروا يتعاملوا مع كل واحد منهم على إنه مجرم، وده لأنهم ما يعرفوش مين المجرم الحقيقي الموجود بينهم.
وبيدخل جيك مع مجموعة من فريقه للبنك ومعاهم فريزر وبيل، وبيبحثوا في المكان عن أي رهينة أو مجرم، لكنهم بيلاقوا المكان فاضي تماما. وبيكتشفوا إن خزنة الفلوس زي ما هي ما اتسرقتش، وبيتصدموا لما بيشوفوا أسلحة العصابة اللي كانت عبارة عن أسلحة مزيفة، زي ما بيلاقوا القماشة اللي غطوا بيها وش الرهينة اللي ماتت، وبيكتشفوا إن اللي عليها مادة تشبه الدم ولكنها مش دم حقيقي. وبيتأكد الكل إن العصابة ما كانوش ناويين يقتلوا حد من الرهاين. وبعد التحقيق مع كل اللي كانوا موجودين في البنك، بيقول مدير مركز الشرطة لفريزر إن القضية اتقفلت، وده بسبب إنه بعد التحقيقات ما بتقدرش الشرطة إنها تحدد المجرم الأصلي بين المجرمين. ده غير إن السلطات العليا ما أصرتش على الاستمرار في القضية، وده بسبب إن مفيش وفيات أو أي فلوس تمت سرقتها من البنك. فبيضايق فريزر من الخبر، وبيقرر إنه هيكمل بحث بنفسه في القضية لحد ما يقدر يوصل للمجرم الحقيقي ويعرف سبب السطو بما إنه ما سرقش الفلوس. وبتكتشف فريزر أثناء بحثه في القضية إن في صندوق في البنك ملوش أي سجل وكأنه مش موجود، وبيخمن إن كل إجابات أسئلته هيلاقيها في الصندوق ده، وإن مهمة وايت كانت إنها تحمي الموجود في الصندوق. وعشان كده بيروح يتقابل مع وايت وبيقول لها تعترف له بالموجود في الصندوق، وبترفض إنها تقول له الحقيقة بشكل واضح، لكنها بتعرفه إن الثروة اللي حصل عليها آرثر بسبب فساده. وبعدها بتروح وايت تتقابل مع آرثر وبتقول له إنها نفذت المهمة والورق مع دالتون كضمان ليه، لكنه مش هيستخدمه ضده. وبتعرفه إن البنك ما اتسرقش منه أي فلوس وإن ده شيء غريب. وبتقول له إن السبب اللي يخليهم ما يسرقوش الفلوس هم إنهم يلاقوا حاجة بقيمة أكبر يقدروا بيها يستغنوا عن الفلوس. وقتها بيتوتر آرثر وبيقول لها إن الصندوق كان فيه خاتم ألماس لزوجة واحد من قادة الجيش النازي يعادل ملايين الدولارات، وإن العصابة أكيد سرقته، لكنه ما بيقولش عن كمية الماس الكبيرة اللي كان مخبيها في الصندوق. وبياخد وايت من آرثر شيك بالمبلغ اللي اتفقوا عليه عشان العملية وبتسيبه وبتمشي. وبنشوف دالتون في الأوضة اللي كان محبوس فيها واللي اعترف فيها قدام الكاميرا بتاعته بكل اللي عمله في عملية السطو وبسببها. وبنعرف إن الأوضة اللي فيها دالتون هي نفس الأوضة اللي جهزتها العصابة في المخزن الموجود في البنك. وبعد ما بتهدى الأوضاع بعد عملية السطو، بيقرر إن دالتون يخرج من البنك بهدوء ومعاه الألماس اللي سرقه بدون ما حد يحس بيه. وبيكون باقي أفراد عصابته اللي خرجت مع الرهاين مستنيين قدام البنك، لكنهم بيتفاجئوا بفريزر اللي بيدخل للبنك مع مساعده بيل، وبيتصلوا بدالتون بسرعة عشان يبلغوه، لكن دالتون بيكون واثق من نفسه إنه يقدر يخرج بدون ما يتكشف. وبيخرج من المخزن وبيطلع للبنك بدون ما حد يشك فيه، وبيخبط في كتف فريزر وهو خارج من البنك ولكن ما بيتعرفش عليه فريزر. وأخيرا بيخرج لأصحابه مع الألماس اللي سرقوا من الصندوق بدون ما حد يلاحظ ومن غير ما يتسجن ولا واحد فيهم، وبتنجح خطتهم. وفي الوقت ده بيكون فريزر وصل للصندوق وبيطلب يفتحه بإذن من الشرطة، ولما بيفتح الصندوق بيلاقي فيه الخاتم ومعاه ورقة مكتوب فيها ملاحظة من دالتون بإنه لازم يعرف حكاية الخاتم. فبياخد الخاتم وبيروح لوايت وبيعرفها إنه اكتشف حقيقة آرثر وعن سبب خوفه من إن الصندوق يتفتح. وبعدها بيروح لآرثر وبيوجهه للخاتم وبيعرفه إن الخاتم كشف حقيقته، إنه كان من ضمن الخاينين اللي ساندوا النازيين في حروبهم، وده اللي بيأكده خاتم الألماس اللي بيكون ملك الواحدة من زوجاتهم. وأخيرا بيقدر فريزر إنه يوصل للحقيقة ويقفل القضية، وبيترقى في شغله وبيرجع البيت بعد يوم طويل. وأثناء ما كان بيحط مسدسه وشارة الشرطة على المكتب، بيكتشف وجود قطعة من الألماس في جيبه. وقتها بيفتكر الشخص اللي خبط فيه في البنك وبيعرف إنه كان رئيس العصابة، وإن هو اللي حط له الألماس في جيبه كمكافأة ليه، لأنه بيكون واثق إن فريزر هيكشف الحقيقة. فبيضحك فريزر بسعادة لأنه هيبقى غني وحياته هتتغير بسبب قطعة الألماس. وبينتهي الفيلم على كده. سلام.